السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة مصر وإيران هتحدد بحد كبير احنا هنبقى مركز أول ولا مركز تاني ولا مركز تالت. بإذن الله تعالى لو طلعنا مركز أول هنقابل مجموعة المكسيك، التالت بتاع مجموعة المكسيك أو مجموعة ألمانيا أو مجموعة أسبانيا أو مجموعة فرنسا أو مجموعة الأرجنتين، التالت بتاع الخمس مجموعات دول. لو بصيت على مجموعة المكسيك الأول 6 نقط وتأهل، وهيقابل كوريا الجنوبية 3 نقط. المكسيك ممكن تريح اللعيبة بتاعتها الأساسية، وكوريا الجنوبية ممكن تتعادل هتبقى مركز تاني. وجنوب أفريقيا والتشيك هيقابلوا بعض، جنوب أفريقيا لو فاز هيبقى مركز تالت، التشيك لو فاز هيبقى مركز تالت. نبقى ناخد واحد من التالت من المجموعة دي. مجموعة ألمانيا عندك ألمانيا 6 نقط وتعتبر اتأهلت. التاني بتاعها ساحل العاج، والتالت الإكوادور، والرابع كوراساو. الساحل العاج أو كوت ديفوار هيلاعب كوراساو، هيفوز على كوراساو هيبقى التاني، والإكوادور هيلاعب ألمانيا. صعب جدا إن الإكوادور يعمل حاجة مع ألمانيا، فالمجموعة دي بنسبة كبيرة مش هيبقى فيها تالت. المشكلة في مجموعة أسبانيا إن ممكن الكرة دي مستديرة وممكن يحصل فيها كل حاجة. مجموعة أسبانيا عندها 4 نقط، والأوروجواي عندها 2 نقطتين، والراس الأخضر 2 نقطتين، والسعودية نقطة. الراس الأخضر والسعودية هيقابلوا بعض، الراس الأخضر عنده 2، لو فاز هيبقى 5 نقط. وأسبانيا هتلعب أوروجواي فريق مش سهل. أوروجواي لو فاز على أسبانيا هيبقى هو 5 نقط وأسبانيا 4. والراس الأخضر لو فاز على السعودية هيبقى 5 نقط، هيبقى أوروجواي 5 والراس الأخضر 5، وأسبانيا هتبقى 4 نقط، ومصر تقابل أسبانيا. بس بإذن الله مش هيحصل الكلام ده. احنا بإذن الله بنسبة كبيرة ممكن نقابل يا أوروجواي يا هنقابل الراس الأخضر، أو ممكن السعودية تفوز على الراس الأخضر تبقى 4 نقط. مجموعة فرنسا تأهل 6 نقط، والنرويج تأهل 6 نقط. السنغال عندها 3 نقط، والسنغال هتقابل السنغال ما عندهاش حاجة. السنغال عندها 0 نقط، والعراق 0 نقط. السنغال لو فاز على العراق هيبقى 3 نقط، وممكن نقابل السنغال تالت واحنا أول. مجموعة الأرجنتين 6 نقط وتأهل. عندك النمسا والجزائر والأردن، طبعا هيقابل الأرجنتين، هيطلع 0 مش هيعمل حاجة مع الأرجنتين. النمسا والجزائر لو تعادل هيشوف نسبة الأهداف يبقى التالت فيهم، بس أنا بقول إن ممكن الجزائر تفوز على النمسا ويبقى النمسا مركز تالت وممكن يقابل مصر. ولو تأهلنا في دور ال 32 مع أي تالت من الخمس مجموعات دول، هيبقى في طريقنا في دور ال 16 فرنسا. أنت واخد بالك؟ هيبقى في طريقنا فرنسا في دور ال 16، فرنسا أو النرويج. وأنت النرويج ممكن تفوز على فرنسا في الماتش اللي جاي وتبقى فرنسا أول. لو طلعنا تاني بالتالي تاني دي أسهل. لو طلعنا تاني هنلعب مع مجموعة أمريكا 6 نقط وتأهلت. وعندك استراليا وباراجواي 3 و3، وتركيا 0، وتركيا هتلاعب أمريكا. هنلاعب فريق من استراليا أو باراجواي. أمريكا اللاتينية، واستراليا تبع آسيا وكانت بتلعب لقارة لوحدها، بس استراليا برضو يعتبر جامدة. ولو عدينا منهم في دور ال 32 هنقابل ألمانيا. يعني احنا لو وصلنا لو عدينا من دور ال 32 ووصلنا ال 16، يتقابل ألمانيا، يتقابل فرنسا، يتقابل النرويج. لو وصلنا تالت هنلاعب فرنسا أو النرويج في دور ال 32 مش في دور ال 16، أو كندا أو سويسرا. ولسه ما تعرفش هتتلعب يوم ايه. لكن لو طلعنا أول هنلعب يوم 1/7، ولو طلعنا تاني هنلعب يوم 3/7. لكن لو طلعنا تالت لسه حلينا مش عارفين هنلعب يوم ايه. وطبعا يعني هنعدي من فرنسا او النرويج. وعلى فكره كندا ده فريق جامد، وسويسرا فريق جامد. حتى لو طلعنا انت مش هتعرف تقابل مين تاني. هتقابل البرازيل، تقابل بقى الجن الازرق. فاحنا نطلع اول باذن الله تعالى،
ونقابل اللي هم التوالد بتاع الخمس مجموعات. لو ربنا كريم باذن الله جنوب افريقيا لو فاز وكوريا اتغلبت من المكسيك، هنقابل كوريا. وكوريا احنا شايفين كوريا بتلعب ازاي وبتلعب بسرعه عامله ازاي، مش هنسلك مع كوريا. لو لعبنا مع مجموعه المانيا بنسبه كبيره هنلاعب المجموعه دي مش هيطلع منها تالت على فكره. الاكوادور مش هيفوز على المانيا، وسهل حاجه هيطلع تاني، وكرة سودا مش هيطلع رابع. مجموعه اسبانيا ممكن نقابل الراس الاخضر او السعوديه، او نقابل اسبانيا، او الاوروغواي. الاربع فرق ممكن تقابلهم. مجموعه فرنسا بنسبه كبيره هنقابل السنغال لو طلعنا اول، والسنغال هيبقى تالت. والمجموعه الخامسه بتاعت الارجنتين يا نقابل النمسا يا نقابل الجزائر. فمش عارف هيبقى اسهل مفيش حاجه سهله. هيبقى السهل ان انت تقابل السعوديه او تقابل الراس الاخضر، مع ان الراس الاخضر فريق متكامل. فبنسبه كبيره دور ال 32 باذن الله ممكن نعدي منه، بس دور ال 16 هيبقى اخرنا في البطوله دي. لكن انا شايف لو تاهلنا تاني هيبقى سهل. باراجواي مش اوروجواي. باراجواي فريق لاتيني ما قلناش حاجه، بس هيبقى سهل عن اي فرق من الخمس مجموعات اللي احنا قلنا عليها. هيبقى سهل عن السنغال، سهل عن اسبانيا لو لعبتنا، او الاوروجواي. يعني ممكن نلعب استراليا يا نلعب باراجواي. لو طلعنا تاني هيبقى الطريق سهل شويه ان احنا نوصل دور ال 16. ودور ال 16 هنقابل المانيا زي ما هنقابل فرنسا وزي ما هنقابل النرويج. يبقى كده هنطلع من دور ال 16. بس هتبقى عندنا ان احنا نلاعب مجموعه امريكا، هتبقى اسهل لينا لو احنا طلعنا تاني. ونطلع احنا تاني ازاي؟ احنا عندنا 4 نقط، وهنقابل اللي هي التاني. لو تعادلنا هتبقى ايران 3 نقط، واحنا هنفضل الاول هنبقى 5. يبقى احنا لازم نتغلب. لو اتغلبنا هتبقى ايران مركز اول واحنا 4 نقط. هنشوف مباراة بلجيكا ونيوزيلندا لو فاز هيبقى 4 نقط زينا. بلجيكا لو فاز هيبقى 5 نقط، يبقى احنا تالت. مش عارف. هي الدور الاولاني هو اصلا الدور اللي اتلعب في كاس العالم ده ما يعتبرش. 48 فريق كتير قوي. 48 فريق كتير قوي في كاس العالم. عندك العراق والاردن وكرواساو وهايتي والكلام الفاضي ده ما كانش المفروض يبقى موجود في كاس العالم. لو 32 فريق كانت اتعملت 8 مجموعات 4 في 8 ب 32 كانت هتبقى حلوه. كنت تخش دور ال 16 على طول زي ما ربنا عاوز. واحنا لعبتنا رجاله، وباذن الله اللي ربنا شايفه صح هيكون، واللي احنا نستاهله هيكون. بس باذن الله تعالى مصر تحقق. صعب ان احنا نوصل دور ال8. المانيا وفرنسا صعب ان انت توصل دور ال8. فرنسا والنرويج والمانيا صعب ان احنا نعدي من فرقتين من ال3 دول في دور ال 16. احنا نعمل اللي علينا ونقدم مباريات كويسه وما نخافش ونلعب بلعبنا، نلعب بطريقه لعبنا. ويا ريت حسام بقى تلعب بطريقه اللي ترضي غرورك وغرور الجماهير. العب مهاجم. انت عندك لعيبه تفوت في الحديد. لو لعبت بطريقه مهاجمه يا حسام باذن الله هيبقى اداء ونتيجه. انت عندك لعيبه ايران لعيبه كبار في السن، وايران احنا شايفين كتر الف خيرهم ان هم بيلعبوا كوره. وباذن الله امل في ربنا ان احنا نوصل في ابعد مكان، ومش بعيد عن ربنا ان احنا نعدي من دور ال 16 ونوصل لدور ال8 باذنك يا رب، باذن الله يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.